السلام عليكم اخواتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحه وسلامه وعافيه ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم. جيتكم اليوم بواحد الفيديو جديد واكله جديده ومعايا ضيفه جديده. كنتمنى نكونوا خفافين على قلبكم. بالنسبه للاكله ديال اليوم، هي عباره عن الرفيسه ديال الحرشه بالحليب والبصله اللي غتقدمها لكم بنت خالتي. سمحوا لي بزاف لانه مشى ليا واحد الجزء الاول ديال الفيديو. بالحق انا غنشرح لكم بالتفصيل. بالنسبه للبول ديال الزاج، عندنا فيه نص كيلو ديال السميده ديال الدقيق الكامل، عندنا شويه د الملحه، شويه ديال الابزار وشويه د زيت البلديه، وزاد تحكت عليه الزعتر كما كتشوفوا. كتخلط داك الخليط باش يتجانس مع بعضه، وفي نفس الوقت راه هي وجدت داك الطاوه، قردات فيها واحد البصله صغيره، ودارت ليها شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، شويه زيت البلديه، وتقريبا واحد الكاس الماء. كما كتشوفوا معايا راه هي كتخلط داك الخليط، كتخلطو بالماء عادي ديال الصنبور بحال اللي كتوجدوا اي حرشه عاديه. هذه كتكون غير شويه من السما وصافي. كتبقى كتخلطها حتى كتجمع ليها بين يديها. هذه واحد الاكله اللي هي شعبيه معروفه في بعض المناطق المغربيه، اللي كيعتمدوها في الفطور ديال المراه النفيسه. كيعطيوها العنبن تاع العادات والتقاليد ديالهم، انهم كيوجدوها للمراه النفيسه باش كتفطر بها. وصراحه هي واحد الاكله لذيذه وزوينه، كنتمنىكم تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله. كما كتشوفوا راه هي كتجمع عادي. من بعد ما جمعتها كتسخن، كدير المقله فوق البوطه وكتبدا كتطلقها بالتساوي عادي على المقله فحال اللي كنوجدوا اي حرشه. وفي نفس الوقت راه هي دارت داك الطاوه اللي فيها البصله وشويه د الماء والزيت والابزار والملحه، دارتها يعني فوق البوطه كطيب. كتبقى كتطلقها مزيان حتى كتساوى مع العبار ديال المقله ديالنا. شوفوا كما كتشوفوا معايا راه كيبان لكم تما الزعتر كيجي لذيذ. داك الزعتر كيعطيها واحد النسمه زوينه. المهم كتخليها كطيب وكيبقى داك لاصوص كطيب. ملي كطيب لينا الحرشه ديالنا كتفرش واحد المنديل اولا فوطه، وكتاخد يعني مغرفه ديال العود، كتاخد لها اليد ديالها وكتبدا تدق بها داك الحرشه. كتبقى غادا معاها بشويه 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 حتى كتكملها كامله. الصراحه هي الطريقه ديالها ما هياش صعيبه وما هياش سهله، ولكن النتيجه كتكون زوينه. يعني غير بلا ما تعجزوا وجربوها. من هذا المنبر يعني كنبغي نقدم واحد رساله شكر وامتنان لكل الاخوه والاخوات اللي انضموا للقناه مؤخرا، وكنقول لهم شكرا لكم بزاف بحجم السماء على الثقه ديالكم وعلى الانصاف ديالكم وعلى الدعم ديالكم. الصراحه التعاليق ديالكم شجعتني وفرحتني بزاف، انصفتوني على من بعد داك الهجوم اللي وقع لي. بالحق انا كنشكركم كنشكركم كنشكركم. انا فرحانه بهذا الهجوم اللي خلى ناس فحالكم يعني هذا ينضموا للقناه ديالي ويوضعوا الثقه ديالهم فيا. شكرا لكم بحجم السماء. وبالنسبه لواحد الاخت اللي كانت خلات لي واحد التعليق، قالت لي بان باينه فيك قبيحه، بغيت نجاوبها نقول لها صراحه شويه وصافي ماشي بزاف. كما كيقولوا عندنا حتى شي زين ما خطاتو لولو. ما هي قبيحه، ما هي يمكن بانت لك القباحه حيت ما كنعرفش نزوق الهضره وكنهضر بتلقائيه. هذه هي القباحه. للاسف هادشي اللي عطا الله. ما كنعرف نزوق هضره، ما كنعرف نافق، ما كنعرف نجامل، ماشي نصحاب حبيباتي وكبيداتي وهادشي ما كنعرفش ليه. ما هادشي اللي عطا الله وصافي، ما كرهتش. هادشي اللي عطا الله وصافي. وكنتمنىكم انكم تقبلوني كما انا. والاهم
يعني الشيء المهم هو ان الواحد ما يكذب عليكم، ما يخدعكم، ما يجرحكم. هذا هو يكون الواحد صادق مع نفسه ومع الاخر. انا كنشوفها اهم حاجه. اما داكشي كيبان لي انا غير زياده وصافي. انا ولفت كندوي معكم فحال خوتي، تلقائيه بطلاقه عادي، ما كنزوق ما كنقاد حتى في حياتي الواقعيه، وهادشي اللي عطا الله. ممكن تعتبروني اخوكم عبد الحليم. المهم كنتمنىكم تقبلوني كما انا، كما كتشوفوا معايا. من بعد ما سالت الدقان ديالها بداك المغرفه، هي دابا كتكمل بيديها، لان كتبغي ان تكون اجزاء صغيره باش تقدر تشرب لينا وترطب بداك الصلصه اللي غتعمل ليها، المرقه اللي غدير ليها. المهم بالنسبه لهاد بنت خالتي، انا كنتفكر يعني هذه 7 سنين كنت حامله بنتي بلقيس، وكان جاني الوحم على هاد الاكله هذه. كانت مسكينه كل جمعه الله يسمح لي منها كتجي عندي وكتصاوب لي 2-3 د الحرشات، كنفطر بيها ونتغدى بيها ونتعشى بيها. كان جاني واحد الحماق عليها، زعما ما نعاود لكمش، الله يسمح لينا من الوالدين وصافي، والله يسمح ليا منها. ولاني صراحه كتجي لذيذه وزوينه، غير جربوها ما غتندموش. بالنسبه لداك البصله ديالنا هنايا راه حنا زدنا عليها حليب ودرناه كيغلي. بالحق حنا زدنا غير حليب عادي، للاسف هي كتبغي الحليب البلدي اولا الحليب ديال البقر، لكن ما كانش متواجد عندنا، درنا ليها غير حليب عادي ديال الحانوت. وهنا راه هي خواتها في قصريه، وهنا كتخوي عليه هذاك الخليط وكتبقى تحركو تمزجو وكتخليه واحد شويه حتى كيرطب وكيشرب. يعني راه ما يخلعكمش، راه ما غتبقاش هكاك. ديك الحرشه كتشرب داك الحليب كله اولا داك الخليط كله كتشربو، وإلا زدتيها مازال من الفوق كتزيد تشربو بحال هكا. بهذه الطريقه ما غاديش تثقل عليكم وكتجي بنينه ورطبه وفتيه. هنا كتاخذ واحد، هنا انا ما عنديش طاجين، يعني درت التاكره. ممكن ديروا طاجين، ممكن ديروا طبسيل ديال البروس، يعني الطبسيل ديال القزدير. واخا انايا كنشك بان باقي شي واحد. يلا شكون اللي عنده باقي عنده الطبسيل ديال البروس؟ انا بعدا راه عندي، ما نظنش باقي شي واحد كيشري الطباسل ديال البروس. المهم كدير داك الزبده البلديه كديرها الذوب. بالنسبه للزبده ضروري خصها تكون بلديه، ما يصلحش لينا نستعملوا اي زبده يعني زبده عاديه، لا ما كتجيش مزيانه نهائيا. بالنسبه للحليب ماشي مشكل، لكن الزبده ضروري خصها تكون بلديه. كما كتشوفوا معايا هي كتذوب، داك الزبده خصها تذوب يعني تذوب تماما، باش من بعد كتخوي عليها داك الحرشه ديالنا اللي خليناها في القصريه كتشرب. هنا هي كتزيد داك الحرشه اللي فرتتها ورطابت بالحليب والبصله. شتو البصله راه ما كتجيش باينه نهائيا، غير كتطلق واحد اللذه ديالها. وفي نفس الوقت راه هي دايره مقرج ديال ما كيطيب، لان يعني هاد الاكله هذه كتبغي تكون مرافقه ليها واحد البراد اتاي يكون هو هذاك. من بعد راه طفات على التاكره لان صافي ما تصلحش تبقى شاعل عليها، وزدت عليها الزبده البلديه من الفوق وغتغطيها في انتظار انها كتوجد لينا البراد ديال اتاي. وهنا اخواتي كتكون البراد ديالنا وجات، ها الاكله ديالنا، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. صراحه كتجي لذيذه، وإلا سبحان الله نشفات لكم ولا شي حاجه ما عليكم غير لا تزيدوا تغليوا الحليب وتضيفوه ليها من الفوق. وبالصحه والراحه، وسمحوا لي بزاف بزاف بزاف، وحقكم في الجنه. بالحق كنتمنىكم تجربوها مع هذا الكويس ديال الاتاي اللي برزتو ما شاء الله زعما عليها، تبارك الله عليها. وكنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، و
وتخليوا لي رايكم والتعاليق ديالكم، وما تحرمونيش من اللايكات ديالكم. وشكرا لكم بحجم السماع، والى فيديو قادم ان شاء الله. نلقاكم على خير في حفظ الله ورعايته.